كارثة من العيار الثقيل. مرتضى منصور يؤجل الاجتماع الطارئ لهذا السبب، وهو سبب كارثي وفضيحة كبرى تهز الرياضة المصرية، ومسؤول سياسي كبير يمنع اجتماع مرتضى منصور اليوم. ولكن مرتضى منصور يتحدى المسؤولين وينقل الاجتماع خارج النادي، ومرتضى منصور كمان يهدد المسؤولين بفتح الصندوق الأسود في هذا الاجتماع الطارئ، ويكشف عن أسرار لأول مرة، ويذيع فيديو لأحد المسؤولين. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل تضغط لايك وتشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. النهاردة يا جماعة بعد اجتماع طارئ من مرتضى منصور لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، ويعلن انه رئيس نادي الزمالك رغم تحديه للمسؤولين، ويكشف عن اسرار لاول مرة بعد ما خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة واعلن ان مرتضى منصور ملوش اي صفة جوه نادي الزمالك. فكان اول رد من مرتضى منصور بالاعلان عن اجتماع طارئ داخل نادي الزمالك لكشف بعض الامور الغامضة وحقيقة رحيله عن النادي، ويكشف كمان أسرار لأول مرة، وتحرك سريع من أحد المسؤولين بإرسال قوة من الشرطة لمنع حضور أي اجتماع داخل نادي الزمالك، وطرد مرتضى منصور خارج النادي، ومنع مرتضى منصور من أي اجتماعات داخل نادي الزمالك. وخرج مرتضى منصور في بيان رسمي يتحدى فيه الدولة. وعمل إيه بقى؟ نقل الاجتماع لمنزله الخاص مع أعضاء إدارة نادي الزمالك الساعة 10 مساء اليوم. فهل الدولة تترك مرتضى منصور يكشف عن أسرار المسؤولين؟ أم أن الدولة تأمر بمنع حضور أي اجتماعات لمرتضى منصور؟ وننتظر كل ما سيحدث في الساعة 10 ونعرض على حضراتكم كل جديد في الاجتماع، ونواكبكم بكل جديد رغم أن في لجان تفتيش الآن داخل نادي الزمالك، وهي موجهة من وزارة الشباب والرياضة، وكشفت عن بعض الفضائح وبعض الأمور الكارثية داخل النادي وداخل إدارة نادي الزمالك. ولكن هذا الاجتماع لمرتضى منصور يتكلم فيه عن لجان التفتيش، ويعلن أن لجان التفتيش دي موجهة من وزير الشباب والرياضة استقصادا لمرتضى منصور للإطاحة به خارج النادي. ولكن مرتضى منصور يتحدى وزير الشباب والرياضة ويتحدى المسؤولين ويفتح الصندوق الأسود ويكشف فضايح لأول مرة على الهوا اليوم الساعة 10 مساء في الاجتماع الطارئ الذي أعلن عنه بعد منعه من حضور اجتماعات داخل نادي الزمالك، بعد ما أعلن أن الاجتماع النهاردة الساعة 12، وبعدها سوف يعلن عن اجتماع آخر الساعة 1، ولكن تم منع مرتضى منصور بقوة جبرية من الشرطة. والآن مرتضى منصور أعلن أن الاجتماع الساعة 10 في منزله، وسنشاهد ماذا سيحدث داخل الاجتماع ونواكبكم بالأحداث أول بأول. ابقوا معنا. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة دعما منك للقناة، وحتى يصلكم منا كل جديد.